تفتكروا في كام سر عشان نعمل السجق في البيت زي اللي بناكله بره على عربيات الكبدة والسجق بالظبط، ويمكن احلى كمان. خلونا قبل ما نبتدي ننزل نصلي على النبي في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير. يلا نشوف طريقتنا. في حاجة مناسبة حطيت معلقتين 2 من الزيت ونزلت عليهم بقطع من اللية بالشكل اللي حضراتكم شايفين. اللية بتدي تيست مختلف وحلو جدا، وهو ده سر من اسرار العربيات بتاعه السجق والكبده اللي بناكلها بره. بيحطوا ليا يا جماعه، محدش يستغرب اللية او يقول لا انا مش بحبها. كلنا بناكل اللية بره في عربيات السجق. حمرت اللية، ممكن بعد كده نشيلها لو مش حابينها ان احنا نسوقها قطع كده، او ممكن نسيبها. احنا عندنا مش بنتضايق منها. بعد كده نزلت بالسجق. مهم السجق يكون مرصوص جنب بعضه، ما يكونش فوق بعضه. هيتحمر كويس على نار عالية بالشكل اللي حضراتكم شايفينه لحد ما ياخد لون من الناحيتين. ومهم جدا ان انا اخرمه بشوكة كده عشان يطلع كل السوائل اللي فيه، عشان ما يدينيش اي طعم للزفار. ومهم زي ما اتفقنا ان احنا نكون شغالين على نار عالية كده. تمام، السجق اخد لون من الناحيتين كويس جدا. نزلت ببصلتين، كنت عامله كيلو سجق فنزلت ببصلتين 2 يطعموا بس معايا الموضوع، واحده احمر وواحده ابيض. البصل الاحمر بيبقى مسكر وبيدي تست حلو قوي. هشوحهم كده مع السجق. ضفت كمان مكعبات من الطماطم، دول 4 طماطميات متقطعين مكعبات بالشكل اللي حضراتكم شايفين. بهدي النار بقى شويه وبغطي عليهم لحد ما الطماطم تدبل معايا كده وتعمل زي صوص. وسعت مكان كده وعشان هنزل ب4 فصوص من الثوم المفروم، وهقلبهم لحد ما ابدا اشم ريحه الثوم تطلع كده وتكون واضحه معايا. هبدا بقى اقلبهم على السجق كله. الثوم كده اختلط كويس مع السجق. دلوقتي هنزل ب4 قرون من الفلفل الرومي متقطعين شرايح بالشكل اللي حضراتكم شايفين. ممكن كمان نضيف فلفل حامي بيبقى حلو قوي، بس يا جماعه ما كتروش خضار عشان ما يغيرش من طعم السجق. دلوقتي نبدا نتبل بقى ونبهر. رشه من الفلفل الاسود وكمان الكزبره وكمان معلقه صغيره من الكاري. ما تستغربوش هنا الكاري يا جماعه، هو بيدي التست بتاع السجق بتاع عربيات الشارع. كمان معلقه صغيره من البابريكا المدخنه، ولقيته محتاج ملح فاديته رشه ملح. بس دوقوا الاول قبل ما تضيفوا الملح علشان خاطر ما يبقاش حادق معاكم. غطيته بقى كده عشان ياخد ويدي مع التوابل. وبعد كده طفيت عليه وعبيته في السندوتشات بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. وطبعا قدمت معاه الطحينة والمخلل، ويا سلام بقى لو فيه جرجير كده وقرنين فلفل حامي كمان. طعمه حقيقي حقيقي خطير جدا. بس كده خلصنا. لو وصلتوا معايا لحد هنا بشكركم جدا، واشوفكم الفيديو الجاي.